أجمل لحظات الحب والأخلاق في عالم الرياضة، مواقف تستحق الاحترام. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. يبدو أن حبنا للرياضة هو حب فطري، لذلك لا نستطيع الاستغناء عن الشغف التي تعطينا إياه الرياضة، ولكن هناك مواقف للاعبين تجعلك تحب الرياضة أكثر وتعشقها من كل قلبك. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أجمل لحظات الحب والأخلاق في عالم الرياضة. لنبدأ. بإمكانكم رؤية هذا الطفل والذي تم جلبه إلى مقر إدارة ريال مدريد، وذلك ليلتقي بكريستيانو رونالدو، فشاهدوا هذا اللقاء المليء بالدموع لهذا الطفل الصغير لرؤية نجمه المفضل. هذا الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصل على تذكار ثمين للغاية من لاعبه المفضل، فشاهدوا هذا اللاعب كيف قام بقلع الحذاء والتوقيع عليه وإعطائه لهذا الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ليرسم السعادة على وجهه. تم جلب هذا الرجل العجوز في هذه المباراة لكرة القدم الأمريكية، وأخذ اللاعبون يرتمون من أمامه بهذا الشكل حسب قوانين المباراة، ولكن العجوز ما زال يكمل طريقه ليسجل هذا الهدف، والذي بالفعل أعاد له روح البهجة والنشاط. أتت هذه اللاعبة وأعطت الكرة كتذكار لهذا الشاب، ولكنه آثر به على نفسه وقام بإعطائه لهذا الطفل الصغير. فانظروا إلى فرحة الطفل الصغير بهذه الكرة التي أخذها من الشاب. في هذه المباراة يصرخ الجماهير، بينما مسعود أوزيل يريد أن يقوم بتنفيذ هذه الركنية، فشاهدوا كيف أمسك بقطعة الطعام التي تم إلقاؤها وقام بتقبيلها ووضعها على جنب. موقف رائع من مسعود أوزيل. في مباراة التنس هذه وبينما كان يتبادل اللاعبان الكرة، شاهدوا هذا اللاعب الذي سقط بهذه الطريقة وأصيب بكسر أو التواء في قدمه. انظروا كيف أتى زميله لمساعدته رغم أنه لاعب الخصم. انظروا إلى هذه الروح الرياضية الرائعة للغاية. لاعب الركبي هذا يقوم بالتوقيع على القفازات الخاصة وإعطائها لهذا الشاب المريض بمتلازمة داون. انظروا كيف رسم السعادة على وجهه بهذه الطريقة. يلتقي هذا الطفل الصغير بنجمه المفضل ليونيل ميسي، فيمكنكم رؤية هذا الطفل والذي يعاني من بتر في الأقدام كيف قام ميسي برسم البهجة على قلبه وقام بالتوقيع له على القدم الصناعية. قام هذا اللاعب بالتوقيع على الحذاء الخاص به وقلعه وأعطاه إلى هذه الفتاة، والتي شعرت بسعادة عامرة فور أن استلمت هذا الحذاء منه. انظروا إلى بكائها من الفرح. لاعب كرة القدم الأمريكية هذا جلب هذه الفتاة إلى الملعب، ولكنه طلب الكرة حتى تركلها الفتاة، فأوقفها وقام بطلب يدها للزواج بفتح الخاتم بهذه الطريقة. انظروا إلى هذا المشهد الرومانسي والرائع الذي قام به هذا الشاب ليطلب يد حبيبته. تبادل نظرات بين هذا الفتى وكريستيانو رونالدو، فانظروا إلى ردة فعل الدون وكيف تبسم بوجهه بهذا الشكل. اللاعب ماركو رويس وروبرت ليفاندوفسكي أصدقاء الأمس هم أعداء اليوم، لكن انظروا إلى نظراتهم داخل الملعب وكيف يحترمون ويحبون بعضهم البعض. رسالة مؤثرة من ليونيل ميسي يدعو بها هذا الطفل الصغير للتحلي بالصبر وألا يفقد الأمل في علاجه والتداوي من المرض. هنا هذه الرسالة من ميسي إلى هذا الطفل الصغير والذي ملأت قلبه بالسعادة والفرح. اللاعب محمد صلاح يقوم بعمل بعض الحركات الجميلة واللعب مع هذا الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة،
فشاهدوا مهارة هذا الأخير وكيف يلعب مع محمد صلاح. هذا المتسابق والذي كان بينه وبين خط النهاية القليل، شاهدوا كيف تعرقل ووقع عرضا، ولكن خصمه والذي كان يمكنه أن يفوز بكل سهولة يمكنكم أن تشاهدوا كيف قام برفعه وجعله يتخطى ليأخذ المركز الأول، وبالطبع لقد تخلى عن الفوز من أجل أن يساعد خصمه. هذه هي الروح الرائعة والجميلة للغاية. في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي توج به ليفربول، بإمكانكم رؤية هذا اللاعب والذي ذهب إلى حضن والده ووالده يفتخر به وهو على منصة التتويج. إنها لحظات رائعة جدا. هنا تم جلب هذا الطفل المريض بمتلازمة داون، ويمكنكم رؤيته كيف قام بوضع هذه الكرة بالشباك ثم أتى إلى العشب ليحتفل على طريقة الأبطال. انظروا إلى السعادة العامرة التي دخلت إلى قلب هذا الطفل الصغير. بعد خسارة هذا الفريق أمام أشبال برشلونة، بإمكانكم أن تشاهدوا بكاءهم، وهنا لاعبي برشلونة يقومون باحتضانهم ومواساتهم بعد الخسارة. هنا ديفيد لويز يقوم بقضاء وقت ممتع مع هذا الطفل المصاب بالضمور، لكن انظروا إلى المهارات التي يملكها هذا الطفل باللعب بكرة القدم. يبدو أنه له حلم، ولكن بسبب هذا المرض لم يستطع تحقيقه. دخل هذا الكلب إلى الملعب وأخذ يجري، ويبدو أنه مريض أو متعب، فقام باحتضانه اللاعبون وقاموا بالتربيت عليه، إلى أن قام اللاعب في النهاية بحمله لإخراجه من الملعب حتى يكمل المباراة. لاعب كرة السلة هنا يبهر هذين الطفلين بالمجيء إليهما وإعطائهما هذه القطعة التذكارية، وليس هذا فقط بل أخذوا صورة تذكارية معه. يمكنكم معرفة مدى سعادتهم الآن. في مباراة التنس هذه وبينما يتبادل هذين اللاعبين الكرة، انظروا كيف قام هذا اللاعب بضربها لترتطم برأس الحكمة الجالسة بجانب الملعب، فأتى إليها اللاعب وقام بتقبيلها والاعتذار منها بهذا الشكل. في هذه المباراة للمصارعة بإمكانكم أن تشاهدوا هذا اللاعب وكيف أصيب ووقع عرضا، لكن خصمه رفض تركه وقام بالمجيء لمساعدته بهذا الشكل. هنا قامت الجماهير بإلقاء الطعام على هذا اللاعب والذي يبدو أنهم لا يحبونه، ليقوم هذا الأخير برفع الطعام وإبعاده عن أقدام اللاعبين حتى لا يدوسوا عليه. هنا اللاعب مور يلتقي بكريستيانو رونالدو بعد نهاية المباراة ويقوم بالسلام عليه. يبدو أنه قدوته في عالم كرة القدم. يقوم تشافي إرنانديز باللعب مع هذا الطفل الصغير إلى أن قام برأسه بوضع الكرة داخل هذه الثلاجة الصغيرة، ليقوم تشافي بحمله والاحتفال معه بهذا الشكل الرائع. كيفن دي بروين يقوم بإعطاء التيشيرت الخاص به لهذا الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويسلم على الجماهير بكل تواضع كما تشاهدون. لقد رسم السعادة والفرح في قلب هذا الشاب. بعد أن قام لاعب الهوكي هنا بإعطاء هذه العصا التذكارية لهذا الطفل، انظروا إلى دموع الفرح التي تنهمر من عيني هذا الطفل. هنا محمد صلاح وابنته مكة والتي يحبها جماهير ليفربول تقدمت بالكرة بهذا الشكل لتخطو على خطى والدها وتحرز أهدافا كما تشاهدون. تبدو لطيفة للغاية. أخذ هذا الطفل الصغير الكرة وقام بالاحتفاظ بها كتذكار، لكنه قام بفعل أفرح تلك الفتاة التي كانت خلفه، والذي قام بإعطائها الكرة بهذا الشكل ليرسم السعادة على وجهها كما تشاهدون. في هذه المباراة كان الهواء قويا، فحس اللاعبون أن الأطفال شعروا بالبرد، فقاموا بإعطائهم السترات الخاصة بهم، وذلك ليحموهم من البرد. لم يصدق هذا الطفل الصغير أنه أمام قدوته في عالم كرة القدم، وهو لاعبه المفضل راديمير فالكاو.
يتقدم هؤلاء اللاعبين ويسلموا على هذا الطفل الصغير قبل دخولهم إلى الملعب. انظروا إلى السعادة العامرة التي في قلب هذا الطفل لأنه يسلم على لاعبيه المفضلين. ليونيل ميسي يقوم بأخذ صور تذكارية مع الجماهير ويرسم السعادة على قلوبهم، لكن ليس أي جماهير بل أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. بعد تمريرة مميزة من هذا اللاعب إلى زميله والذي انطلق ليأخذ انفرادا، لكن يبدو أن خصمه أصيب بهذا الشكل فرفض أن يقوم بإحراز هدف وتوقف لأن خصمه قد أصيب. انظروا إلى الاحترام الرائع الذي أبداه هذا اللاعب. هنا اللاعب المتوفى كوبي برايت يأخذ صورا تذكارية مع لاعبي باريس سان جيرمان. يبدو أن له كانت علاقة طيبة مع اللاعبين وخصوصا مع نيمار. لاعب الهوكي هذا يعطي هذا المضرب التذكاري لهذا الطفل الصغير، فيمكنكم مشاهدة الضحك والسعادة على قلبه. قام هذا اللاعب بأخذ هذا الطفل الصغير من عند الجماهير والمصاب بالضمور. يمكنكم أن تروا مدى السعادة التي تبدو على وجه هذا الطفل. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.